اهلا بيكم من جديد، وفيلمنا النهارده هو بونوكيو روبوت. بس قبل ما نبدا يا ريت تسمعونا الصلاه على النبي زي ما اتعودنا، ونبدا في قصتنا النهارده على طول اللي مختلفه تماما عن اللي اتعودنا عليه. لان بونوكيو النهارده مش مجرد عروسه خشب لكن روبوت، لان العالم اتقدم كتير جدا وبقى وجود الروبوتات في كل مكان شيء طبيعي، غير العربيات ووسائل النقل اللي بتطير لان مفيش وقت يضيع في الزحمه. وحقيقي بقت بلد مختلفه تماما لان كل الاهتمامات بقت بالصناعه والتقدم واهملوا الطبيعه على الاخر. بس كان في ولدين ماشيين على كوبري المشاة في طريقهم للمدرسة، ولاحظوا إن في وردة جميلة طالعة من نص الجدار اللي فيه التصليحات. وطبعا الآلة كانت هتموت الوردة عادي لأنها مبرمجة على التصليحات وبس. فجرى الولد وغامر بنفسه وحط طوبة في طريق الآلة اتشبك فيها السلك بتاعها واتدمرت على الآخر. فوقف الولاد فرحانين جدا لأنهم أنقذوا الوردة، وقالوا إن العمدة لو عرف هيتغاظ جدا. وفعلا العمدة عرف في وقتها من كاميرات المراقبة، واتضايق جدا وقال إن الولاد الصغيرين ما يستحقوش الحاجات العظيمة اللي ببنيها، وإنه كان لازم يضحي بالأشجار والنباتات اللي في البلد كلها ويبني مكانها مصانع للروبوتات. وقال إن المفروض الكل يقدر جهوده ويقدم له جوائز كتيرة عليها، لكن ده ما حصلش لأن الولاد بتتريق عليه وبيدمروا الآلات اللي كلفته كتير في تصنيعها عشان ينقذوا نباتات ملهاش أي لازمة. وقال كمان إن مجرد ما بيسمع صوت أي طفل بيتضايق جدا. ومرة واحدة دخلت عليه بنته مارلين وكانت عايزة تلعب في الروبوتات، وطبعا اتضايق جدا أبوها وقال إن الأطفال كلها مدمرة. فقالت له مارلين إن دي مش حقيقة، وإن الأطفال مش مدمرة ولا حاجة، لكن كل الموضوع إن المدينة بقت كلها مصانع وتصليحات ومفيش أي مكان ليهم يلعبوا فيه أو ينطلقوا زي زمان. واقترحت عليه إنه يبني ليهم مكان مخصص ليهم يبقى للعب وبس. ففرح جدا العمدة بالفكرة دي لأنه شاف إن دي الطريقة اللي هيتخلص بيها من كل الأطفال، إنه يحبسهم في مكان كبير لوحدهم. وطلب من كل الأطفال تحضر. وفي نفس الوقت كان جيبيتو هو والمساعد بتاعه اللي اسمه سبنسر بيصنعوا روبوت معين. وبالليل اتجمع فعلا كل الولاد وراحوا على المكان اللي قال لهم عليه العمدة، وقدم لهم أكبر مدينة ألعاب وفرحوا بيها جدا. بس مرة واحدة الكهرباء قطعت لأن جيبيتو سحب كل الطاقة اللي في المدينة علشان يوصلها للروبوت الجديد بتاعه. وظهر العمدة بحجمه الحقيقي اللي خباه دايما عن الكل، وكان بيظهر لهم في صورة ضوئية عملاقة. وأول الولاد ما شافوه بطبيعته فضلوا يضحكوا عليه، فاتغاظ منهم جدا. أما في بيت جيبيتو فكان من كتر الطاقة اتكسرت كل الشاشات واتدمر المكان. بس بعدها خرج آلي صغير اسمه بونوكيو، جرى على جيبيتو وحضنه وقال له بابا، وسلم على سبنسر كمان وكان عارفهم كلهم، وده بسبب الذاكرة اللي محطوطه له. وقال جيبيتو انه بيحبه جدا وهيفضل جنبه طول الوقت يلعب معاه ويسفره من مكان للتاني. وقال سبنسر كمان على موضوع منطقة الألعاب الجديدة. ففرح جدا بونوكيو، بس جيبيتو قال له انه ما يقدرش يروح لها لانه مش ولد حقيقي. وفجأة ظهرت جنية المستقبل وقالت له ان عنده ذاكرة وذكريات ولد حقيقي، وممكن في يوم يقدر يتحول لطفل حقيقي بقلبه الطيب، لكن لازم كمان يتصرف زي ما كل الأطفال بتتصرف، وهو إنه يروح المدرسة. فوافق جيبيتو وأخده ونام علشان تاني يوم يروح المدرسة من بدري. وفعلا صحوا تاني يوم واستعد بونوكيو للمدرسة وتصور صورة للذكرى وودع جيبيتو، وخرج مع سبنسر جري علشان ما يتأخرش. وفي الطريق شافوا إعلان العمدة بافتتاح منطقة الألعاب الجديدة ودعا كل الأطفال للحضور. بس سبنسر قال لبونوكيو إن العمدة ده شرير جدا ومش مصدق إنه ممكن يعمل حاجة كويسة. وبعد ما وصلوا للمدرسة رحب به الولاد. أما مارلين بنت العمدة استغربت جدا وجوده، وقالت له إن المدرسة للأطفال الحقيقيين وبس. فقال لها بونوكيو إن هو فعلا طفل حقيقي، والمفاجأة إن مناخيره طولت قوي وفضل الولاد كلهم يضحكوا عليه. فاتضايق وقال لهم إنه مجرد آلي صغير مش عارف يتصرف صح. فصغرت مناخيره تاني ورجعت لحقيقتها. وقالوا له الأطفال مش مهم أنت إيه، المهم إن دمك خفيف وبتضحك. بس مارلين قالت له إنه صحيح مضحك بس ما عندوش خيال. ولما قال لها بونوكيو إنه عنده ذاكرة كبيرة فقالت له إن ده ملوش علاقة بالخيال وتقدر تثبت له ده. واخدته هو والروبوتات مساعدين العمدة وراحوا على المكان للخيال. كل واحد فيهم يقدر يتخيل اللي هو عايزه ويتحقق، وافضل واحد عنده خيال هو اللي هيكسب. والحكم هي الجنية. وكانت تخيلات مارلين كلها ورد وفراشات وحورية بحر واشكال جميلة جدا. وبونوكيو كمان كان بيتخيل حاجات كتير بس ليها علاقة بالآلات اكتر، وعلشان كده مارلين هي اللي فازت. ووقت ما جت الجنية تسلمها الميدالية اتضايق بونوكيو وقال ان المسابقة دي مزورة، وخطف الميدالية واخدها لنفسه. وقال انه كان افضل من مارلين
مارلين بكتير وهو اللي يستحق الميدالية. كبرت مناخيره من كذبه، وخرجت مارلين وهي زعلانة وراحت على مدرستها. ولما خرج بونوكيو هو كمان من اوضه التخيل كانت الروبوتات فرحانه بيه جدا لانه كسب، بس هو قال لهم انه ما يستحقش الميداليه لان مارلين كانت افضل منه بكتير. ولما قال الحقيقه مناخيره رجعت تاني لطبيعتها، وطلب منهم يوصلوه للمدرسه بسرعه. بس الروبوتات قالت له بما انه مميز وقدر يكسب فممكن يوصلوه للعمده لانه هيفرح بيه جدا. فقال لهم ان سبنسر قال عليه انه شرير، فسكتوا بسرعه لان العمده مراقب كل مكان في المدينه، وقالوا له انه اطيب واحد في المدينه. وكان بونوكيو مش فاهم مين بيقول الحق، فقرر انه يروح بنفسه. وهناك قابله العمده باعجاب كبير ووراله المكان اللي بيقدر يراقب منه كل الاماكن في المدينه، وطلب منه بونوكيو يشوف بيته. فوراه له وشاف جيبيتو وهو قاعد حزين وبيعيط لما حكى له سبنسر انه شاف بونوكيو وهو بيهرب من المدرسه ومشى مع مارلين. فاتضايق بونوكيو ولسه هيطلب انه يروح له، غير العمده الكاميرا بسرعه وقال له انه ممكن ياجل موضوع المدرسه دلوقتي لان في حاجات اهم بكتير. وحكى له مشكلته مع الاطفال، بس قال له انهم هم اللي مش بيحبوه مع انه بيحاول يعمل كل حاجه لمصلحته. وطلب منه يساعده ويطلع يتكلم معاهم عن مكان الالعاب اللي عمله مخصوص علشانهم. وفعلا اتذاعت صوره بونوكيو بدل العمده في كل مكان، ودعا كل الاطفال لحفله افتتاح مدينه الالعاب. وطبعا بونوكيو جذب كل الاطفال وخلاهم يحضروا الحفله، ووقف يغني ويرقص على المسرح، وكمان رقص معاه كل الاطفال وكانوا مبسوطين جدا. ووصل جيبيتو كمان وشجعه وكان فرحان بيه، بس اول ما شافوا العمده مسكه وحبسه في مركز القياده بتاعه وكتفه على كرسي هناك، وقال له ان بونوكيو بقى ملكه هو وبس. وبدات الالعاب تشتغل وكل الولاد فرحوا جدا وجروا وركبوا العربيات اللي كانت بتمشي في اتجاهات كتير وبتعدي من مكان شكله غريب جدا. اول ما العربيه تعدي منه بيتحول الاطفال لروبوتات معدن، وكل الاطفال دخلت اللعبه ما عدا مارلين لانها كانت زعلانه من بونوكيو، فراح اعتذر لها وادالها الميداليه وقال لها انه كان غلطان لما اخدها منها لانها تستحق تكسب. ففرحت جدا مارلين واتصالحت معاه وركبوا مع بعض المرجيحه. بس اول ما شافها ابوها اترعب عليها ووقفها بنفسه وجرى عليها علشان ينزلها وقال لها انه ممنوع تركب اللعبه دي. فاتضايق بونوكيو وقال له ليه ما يسيبهاش تلعب معاهم زي ما هو بيلعب مع الاطفال التانيين. فزعق له العمده وقال له انه مجرد روبوت غبي هو اللي بيحركه، ولو ما سكتش هيحبسه للابد. فدافعت عنه مارلين واخدته ومشت، واخدته وراحت للجنينه اللي بتقضي فيها معظم وقتها، وقالت له انها حاسه انها وحيده وملهاش حد في الدنيا لان ابوها طول الوقت بعيد عنها ومش بتحس انه بيحبها. فقال لها بونوكيو ان ابوه هو كمان بعد ما وعده انه هيكون جنبه طول الوقت ما جاش الافتتاح يتفرج عليه ولا وقف جنبه. فقالت له مارلين انها لما بتكون متضايقه كده بتنام على الاعشاب وبتبص على النجوم وبتنسى كل مشاكلها. فعمل زيها بونوكيو وقال لها انه بيتمنى يكون صديقها، بس مارلين ما سمعتهوش لانها نامت. وصحت تاني يوم الصبح مفزوعه من صوت الروبوتات وهي بتقضي على الجنينه وبيحولوها لمعدن. فوقفت تصرخ فيهم وتبعدهم عنها وهي متضايقه جدا وتقول لهم ان دي اخر جنينه في المدينه كلها ولازم يسيبوها، على عكس بونوكيو اللي كان بيضحك وفرحان جدا وشايف ان الجنينه المعدنيه احلى بكتير من الطبيعيه. فزعلت منه جدا ورمت له الميداليه وقالت له انها كانت غلطانه لما فكرته صديقها لانه مجرد معدن ما عندوش مشاعر ولا احاسيس. وسابته ومشيت، وشاف بونوكيو الاثنين الاليين مساعدين العمده وطلب منهم ياخدوه على حفله الاطفال لانها قربت تبدا زي امبارح. فقالوا له ان كل الاليين اللي في الجنينه دول هم الاطفال، وفكروه بكلامه اللي قاله في الحفله انه بيتمنى ان الكل يكون زيه. ففيهم بونوكيو الجريمه اللي حصلت وان العمده خدعه وقضى على الاطفال كلهم عن طريقه، ووقف زعلان مش عارف يروح لمين يساعده، وخصوصا ان مارلين مخصماه وسابته ومشت. فقرر انه يروح لجيبيتو واخد عربيه الاليين وركبها وحاول يسوقها ودخل في طرق كتيره غلط ومشي عكس الاتجاه وكان هيخبط في حاجات كتير لان دي اول مره يسوق فيها. وما استناش لما الاشاره تفتح ومشى على طول وخبط في الكوبري كمان وكسره، وده خلى مباحث المرور الاليه تجري وراه علشان توقفه. وفضل بونوكيو يهرب منهم بذكاء لحد ما خبط في شاشه المركز، واخيرا وصل لبيته ونزل جري يدور على جيبيتو بس ما لقاهوش، ولقى سبنسر بيقول ان جيبيتو مختفي من وقت ما راح حفله افتتاح الالعاب. فزعل بونوكيو جدا وحس ان هو السبب. وفي الوقت ده حد خبط على الباب جامد قوي، ولما الباب ما اتفتحش كسروه ودخلوا، وده كان آلي مباحث المرور عايز يقبض على بونوكيو. فحاول سبنسر يشغله ويمنعه انه يوصل لبونوكيو بس من غير اي فايده. فاضطرت باقي ادوات جيبيتو الآلية انها تدخل وتضربه، وخرج بونوكيو بسرعه عشان يدور على جيبيتو قبل ما يفوت الاوان، وراح معاه سبنسر. وفي الوقت ده كان العمده قاعد في مركز القياده بتاعه متضايق جدا من اللي بيعمله بونوكيو، وامر المساعدين بتوعه انهم يتصرفوا معاه فورا. وقبل ما يمشوا كانت مارلين دخلت عليه وفضلت تكلمه وهي متضايقه وقالت له ازاي يدمر اخر جنينه موجوده في المدينه، وطلبت منه يوقف الآليين بسرعه قبل ما يدمروا كل حاجه. وقالت له هيقول ايه للناس وهيعمل ايه مع الاطفال اللي من حقهم يروحوا مكان يجروا فيه براحتهم ويستمتعوا بجمال الطبيعه فيه. وقالت له ان الالعاب اللي عملها ما تغنيش ابدا عن الاشجار والورود، وان اكيد الاطفال مش هتسكت على حاجه زي دي. فقال لها انه قضى على كل الاطفال وحولهم لروبوتات يسمعوا كلامه وينفذوا اوامره وطبعا
طبعا الكلام ده صدم مارلين جدا، اللي عمرها ما اتصورت ان شر ابوها وصل للدرجه دي، وقالت له ازاي قدر يعمل حاجه زي كده ويدمر اصحابها وزمايلها في المدرسه. فقال لها العمده انه عمل كده علشان يقدر يبني مستقبل افضل للمدينه كلها، لان الاطفال كانوا واقفين قدام التقدم وبيحاولوا يهدوا كل التصليحات اللي بيعملها. وقال لها انه بيعمل كده علشانها هي، لانه بيحبها جدا وعايز يوفر لها حاجه تساعدها. حست مارلين انها كانت غلطانه معاه وحضنته وقالت له ان هي كمان بتحبه، بس كمان ما ينفعش يعمل كده في الاطفال اللي ملهاش ذنب، وطلبت منه يحررهم. فتحولت تمثيليه الطيبه اللي كان بيعملها عليها وزقها بعيد عنه بقوه، وقال ان الكلام خلاص انتهى، وسابها ومشى وراح لمكان الالعاب، ولقى هناك بنوكيو وسبنسر وهم بيحاولوا يفوقوا الاولاد اللي اتحولوا لآليين، وبيطلب منهم يساعدوه يلاقي جيبيتو. فداس العمده على الجهاز خلاهم يشتغلوا، وقال لهم انه بقى متحكم فيهم بالكامل لدرجه انه ممكن يطفيهم. ومش بس كده، ادالهم امر انهم يقضوا على بنوكيو، وفعلا اتحركوا كلهم، بس وقفهم العمده وخرج جيبيتو بعد ما حوله هو كمان لآلي، وطلب منه هو اللي يقضي على بنوكيو. فجرى سبنسر على العمده وعمل فلاش في عينه ووقع منه جهاز التحكم. فاخد سبنسر وطلع يجري، بس للاسف وقع منه هو كمان، وداس عليه العمده بالغلط ووقف تشغيل كل الروبوتات. وجرى بنوكيو وسبنسر على الالعاب ووراهم العمده، وشغل اللعبه بيهم وحاول يقضي عليهم ويحط لهم عقبات كتير. بس المفاجاه ان مارلين وصلت وتحدت ابوها وساعدتهم كتير وشالت كل العقبات من قدامهم، وبقوا يلعبوا الجيم ضد بعض هي وابوها. وبذكاء بنوكيو كسب في الاخر، وخرج العمده علشان يطلب من الروبوتات تمسكه، بس جهاز التحكم كان وصل لجيبيتو وبقى هو اللي بيتحكم فيهم كلهم، وخلاهم يهجموا على العمده. فهرب منهم في عربيته، بس واحد منهم طرده ووقعه جوه الالعاب. اما بنوكيو فاخد جهاز التحكم من جيبيتو ودخلهم الالعاب من تاني، ورجعهم لطبيعتهم اطفال حقيقيه، لحد ما جه الدور على جيبيتو اتاخر جدا جوه. فدخله بنوكيو علشان يطمن عليه، والمفاجاه انه لقى العمده، ففكر انه يفضل يكذب لحد ما مناخيره تكبر، وفعلا عمل كده وداس بيها على زرار التشغيل وتحول لروبوت. وجت الجنيه اخدت بنوكيو وجيبيتو ودخلتهم لمكان التحويل بنفسها، وفعلا هما الاتنين بقوا من البشر. وبعدها مسكت شمسيه حولتها لشمس ولفت بيها على كل المدينه، وخلت النباتات والورود تطلع في كل مكان، والكل كان فرحان وعاش في سعاده. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. فلو عجبكم اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، وكمان قولوا لنا هل ممكن الانسان يستغنى عن الطبيعه بالتكنولوجيا؟ سلام.